ده شارع الجمالية، ده ليه جولة مخصوصة بتبدأ من باب النصر وبتنتهي عند مشهد الإمام الحسين. يعني المكان اللي احنا كنا قاعدين وراه ده أثر، واللي في وشنا أثر، واللي بعديه أثر، واللي قبليه كمان أثر. ده ليه جولة، اوعى تفكروا، وبتاع الفول أثر، فاوعى تفكروا إن أنا سايبه كده، لا ده مش من ضمن الجولة بتاعتنا اللي هي شارع المعز. احنا في شارع المعز بناخد أثرين على الحارتين. خدنا بيت السحيمي على حارة الدرب الأصفر، ودلوقتي بناخد وكالة بزرعة في شارع الطنبكشية. وهنرجع بعد كده، هتفاجئوا دلوقتي ان احنا رجعنا تاني لشارع المعز. وكالة، ما معنى الوكالة؟ الوكالة مكان مخصص لمبيت التجار ومبيع تجارة هؤلاء التجار. تفرق عن الخان. الخان مكان مخصص للمبيت، احنا بنقول خان الخليلي، خان مش عارف ايه، خان ايه. اذا الخان يعادل دلوقتي اللوكاندا، انما الوكالة دي مكان مخصص للتجار، بيباتوا ويجيبوا التجارة يبيعوها وياخدوا تجارة ويرجعوا بيها لبلدهم تاني. هذه الوكالة تعرف باسم وكالة بزرعة. البداية هي وكالة تسمى وكالة حسن الكخية أو حسن كتخدة. كلمة كتخدة باللغة التركية يعني نائب الوالي، نائب الحاكم. كانت مصر ولاية تابعة للدولة العثمانية في اسطنبول، فكان اللي يحكم مصر والي. ممكن الوالي يقعد جنب السلطان هناك، جنب الخليفة هناك، ويبعت الكتخدة بتاعه، يعني يبعت النائب بتاعه. عشان كده نسمع أحمد كتخدة، عثمان كتخدة، عبد الرحمن كتخدة. إذا كل ما يلقب بكلمة كتخدة تعرف إن ده نائب الوالي العثماني. كانت هذه الوكالة تنسب في القرن ال17 الميلادي لحسن كتخدة، وكانت مخصصة لتجارة حاجة واحدة بس، بضاعة واحدة بس، ألا وهي الأخشاب. ولذلك كان يطلق عليها وكالة الخشب، زي ما احنا بنشوف دلوقتي نقول ايه، وكالة البلح. يبقى كانت مخصصة لتجارة البلح. وكالة القطن للقطن. معنى كده ان الوكالات بتبقى لتجارة واحدة؟ الإجابة لا. الوكالات هناك أنواع للوكالات، منها الوكالة المخصصة لتجارة واحدة، ومنها حسب السيزون. يعني ايه حسب السيزون؟ لو أنا في موسم القطن هيبقى مخصصة للقطن، للسمسم هكذا، للخشب هكذا، وزي ما أنا قلت لكم سواء لعدة تجارات أو لتجارة واحدة. هذه الوكالة وكالة حسن كتخدة جت في القرن ال19 أو جاء في القرن ال19 الميلادي واحد من حضرموت، واحد من جنوب الجزيرة العربية، من اليمن، اسمه محمد بزرعة. جاء هذا الرجل واشترى الوكالة من آل الكخية أو آل كتخدة، وبالتالي أصبحت تعرف باسم إيه؟ بزرعة. وكالة بزرعة، مش وكالة حسن كتخدة. وبزرعة ده خصصها لتجارة متخصصة، تجارة الصابون. وكان هو نوع من الصابون اللي بدأ يختفي دلوقتي، اللي هو صابون النابلسي شاهين. كان بيتصنع هنا وكان بيتباع هنا، وكان بتقوم كل حركة التجارة هنا بتاع هذا الصابون. وأيضا أضاف إليها بعد كده البن اليمني. وهنا نقدر نقول إن اللي أدخل صناعة البن وزراعته أو زراعة البن في مصر هو آل بزرعة، اللي ليه تنسب ليه هذه الوكالة. ثم استمر الحال حتى مطلع القرن العشرين، وبعد ذلك في منتصف القرن العشرين أصبحت الوكالة تتبع للحكومة المصرية. نظام الوكالة إيه؟ الفناء الأوسط المكشوف والجوانب المكونة للوكالة. إيه هي الجوانب المكونة للوكالة؟ ركزوا معايا عشان الوظائف. الفناء الأوسط المكشوف كان دائما يا أسامة بيبقى برضه في نافورة في النص، في نافورة يمكن هي متحدد مكانها. النافورة لترتيب درجة حرارة الجو، لا سيما في الصيف. هتقول لي طب أنت هترتب درجة الحرارة والسقف مكشوف؟
بيبقى دايما في سحابه جراره. عارفين يعني ايه سحابه جراره؟ بيبقى زي الخيش كده لما الشمس تيجي. ايوه، لا مش شمسيه، بتبقى سحابه جراره كده بيشدوها تغطي، زي اللي بيتعمل في الجوامع في الحواري دلوقتي. بيبقى بكره يمين كده ويشد يلم ايه السحابه، يعني بتقفل كل دي اسمها سحابه جراره بتتجر. يبقى الصحن كانت مميزته ايه او فايدته ايه؟ تعقد بداخله الصفقات التجاريه. يبقى هنا نظام البورصه او الصفقات التجاريه يعقد داخل هذا الصحن. ركزوا معايا. يحيط بالصحن دور ارضي واربع طوابق. دور ارضي واربع طوابق. الدور الارضي للعرض، يعني تعرض، خلي بالكم قبل ما اقول للعرض والمميزات، التاجر يستأجر قطاع رأسي. يعني بص تخيل اي قرش من عند الاخت اللي واقفه تسلفني، ماشي؟ بص ياخد قطاع رأسي، خلاص؟ يبقى دي تاجر وهنا تاجر وهكذا. يبقى هنا العرض، انتوا معايا؟ يعرض البضاعه. طب الطبق الاول والثاني، الطبق الاول والثاني اللي في المشربيات مخزن لنفس البضاعه. اذا في اتصال ما بين الاول والثاني، وقف الاتصال. طب الثالث، شايفينه الثالث المستطيل والرابع اللي في المشربيات السكن. والثالث والرابع نظام الدوبلكس اهو. ارضي ده ارضي. ها احسبي الارضي محسوب معاهم يبقى 5. يبقى 5 ازاي بقى؟ مش 1 2. تعالي ارجعي لورا عشان تشوف الرابع. تعد، ما تشوفوا هي بتعد صح. عدي. وصلت وصلت خلاص. انت عشان ما تتلخبطش قول دور ارضي وباربع طوابق، ماشي؟ يبقى الطابق الاول والثاني متصل مخزن، الثالث والرابع لمبيت التاجر. ووصلت لنا مجموعه من الدوكيمنت الوثائق بتقول لنا يا دكتوره ماماها ان كان في تجار بيجيبوا الحريم بتاعتهم مصر. انت رايح مصر لان التاجر جاي منين؟ مش جاي من المنصوره ولا جاي من بورسعيد ولا جاي من اسماعيليه، ده جاي من اسيا وجاي من اوروبا وجاي من اي مكان. فلما بيقول انا رايح مصر الكل بيشتاق، انا بتكلم بصراحه، لزياره مصر. فكان بيجيب الاولاد، كان بيجيب الحريم، كان لدرجه انتوا شايفين هنا الشبابيك ايه؟ موروبه. واحده عقبت في الكلام اللي انا بقوله، بتقول له يبقى هي بتبص من الشباك وتعرف هو اشترى بكام وباع بكام من خلال الصفقات التجاريه اللي موجوده في ايه؟ في الصحراء. امال هي جايه ليه اصلا؟ جايه ليه؟ يبقى هنا جايه تشوف مصر، هي دي مصر. فزي ما انا قلت لحضراتكم دلوقتي في اتصال يا اسامه ما بين كل الطوابق كلها بعضها ببعض من الداخل، انما كان زمان وقت الانشاء الطابق الاول والثاني من السلم، اما الثالث والرابع السكن من باب خارجي. اقول تاني، من باب خارجي. هذا هو نظام الوكاله، وكاله بزرعه اللي الحكومه اهتمت بها دلوقتي وكانت عايزه، وان شاء الله بنفكر ان هي تستثمر بدل ما هي قاعده كده، لان احنا وصلنا النتيجه. وجود النفس او النفس البشريه داخل الاثار بيديلها روح ويديلها طولة عمر، انما الحاجات لما بتهجر وتتركن فعلا بتزداد سوءا وانهيارا. ده مش كده بس، اللي انا عايز اقوله لحضراتكم برضو بنحاول في عمليه استخدام الميه، لان عدو الاثار اللدود هي الميه الجوفيه اللي طالعه من تحت الارض، بالاضافه للاستخدامات اللي حاليه للناس بيشوفوا. وانا انا بديكم هنا المعلومات اللي احنا في الاجتماعات في الوزاره بندور، لان ان شاء الله كلها 5 6 7 سنوات بالكتير قوي ان شاء الله، ربنا يديكم طولة العمر، هتشوفوا منطقه الجماليه وهتشوفوا الاثار دي شيء تاني، لان هيبقى في اعاده استخدام لهذه المنشآت. من ضمن التفكير ان تبقى لوكاندا للاجانب فقط مش للمصريين، للاجانب فقط، لان قال لك الاجنبي هو اللي ممكن هيقدر يحافظ عليها للاسف، بكل اسف. بس هنا المشكله في دورات المياه وازاي الشبكه بتاعه الميه، لان بتختلف عن شبكه الميه بتاعه زمان.